السلام عليكم، معاكم أخوكم مروان من العشري. عاوز أتكلم عن حاجة بعيدة عن محتوايا. عايز أسأل سؤال واحد بس: ليه الأم بتعمل لانش بوكس فيه فراخ وفيه ملوخية وفيه لحمة وفيه رز في كل حاجة، وابنها رايح المدرسة أو بنتها رايحة المدرسة؟ ليه؟ عايز تغذي ابنك، والله حاجة جميلة وحاجة لطيفة، لكن عاوز أقولك إنك أنت بتوجعي وبتقهري أطفال تانية بأبهاتهم. لما عيل مثلا يروح يقول لابوه: ده انا وليكن صاحبي او صاحبتي جايبه لانش بوكس فيه فراخ وفيه ملوخيه وفيه لحمه، الفراخ اللي ممكن ياكلوها كل 3 4 اسابيع مره، اللحمه اللي ممكن يستنوا العيد عشان ياكلوها. لا بتقهروهم، لا بتوجعوهم، بتحسسوا ان الاب ان هو مش موجود، لا بتصغروا الاب قدام ابنه. ليه؟ مش بحاسبكوا ولا حد يحاسب حد، بس في حاجه اسمها جبر الخاطر. ليه توجعني؟ انا ما معيش، توجعني ليه؟ انا مش بقول لك اديني، مش بقول لك هات لي من اللي معاك، بقول لك لا، يعني بلاش تبين، بلاش تحسسني ان انا بالنقص اللي عندي، او بان انا مش مفيش في ايدي حاجه اعملها. ليه؟ عشان خاطر ما نوجعش بعض ونحس ببعض. وبقولها المره التانية: انا مش عاوز منك حاجه تيجي تديني من اللي عندك، لكن ما توجعنيش، ما تقهرنيش. ده للاسف كل الابهات دلوقتي بيعيشوه. بنت تروح تقول لي لامها او لابوها: ده انا صاحبة الفلانية جايبة كذا، ده معاها تليفون نوعه كذا. ليه؟ وموضوع الاكل ده مستفز جدا، وللاسف بقوا في ناس كتير اخدينه ان هو محتوى. تطلع تقول: ده انا جبت لابني مش عارف ايه، والطبق التاني انا حاطه فيه لحمه والطبق اللي تحت فيه رنجة ايه ولحمه ايه. ايه وجع القلب ده؟ احنا كان ايامنا ما فيش، هو جنان المصروف ده نعيش بيه حياتنا، ما كانش في وجع القلب ده. لا بقى نوجع قلب الناس اللي مش لاقيه. راجل ما فيش معاه يحط لابنه فراخ في اللانش بوكس، الله، هو الفراخ ده اصلا ماكلها كل 3 4 اسابيع، فما كنتش عمال تديله من اللي معاك. ما تبينلوش، ما توجعهوش، ما تقهروش، ما تحسسش ولي الامر ان هو مش موجود على الدنيا. نحس ببعض شويه عشان خاطري، وانا مش بحاسب حد ولا بوجه كلام لحد، الكلام ده عموما ان احنا نحس ببعض وبلاش نكسر بخاطر بعض. سلام عليكم.